السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم والي الإكوادوري من قناة هاتها في الشبكة. النهاردة يعني ماتش نهائي أفريقيا أهلي ووداد كلاكيت تاني مرة. الماتش مش سهل زي ما في ناس كتير متخيلة إن الوداد أسهل من صن داونز. أنت الوداد بيوصل النهائي لتاني سنة على التوالي مع الأهلي، غالب صن داونز يعني أو مخرج صن داونز أيا كانت النتيجة مخرجها. آه، انت خسرت من صن داونز 5-0. الماتش مش سهل جدا ولا صعب قوي، يعني مش صن داونز برضه. هي الفكرة كلها ان احنا ك يعني جماهير او ناس كبيرة مثلا فاهمة في الكورة، بنقول ان احنا الاهلي لازم يخلص الماتش ده مع الوداد زي ما عمل مع الرجاء اللي هو 2-0، وطبعا ما يخشش فيك اجوان. وعندنا مشكلة كبيرة في حراسة المرمى، انا شايف ان الناس كتير بتتغافل عنها، ان طبعا عدم وجود الشناوي بالنسبة لنا مشكلة كبيرة، لان علي لطفي ومصطفى شوبير لسه ما عندهمش من الخبرة ان هم يشيروا يعني ماتشات بالمستوى النهائي افريقيا. دور مهم جدا 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 هيبقى على قلب الدفاع، ايا كان عبد المنعم او متولي او ياسر ابراهيم، ايا كان اللي هيلعب، لان طبعا هم عرضياتهم خطيرة، يعني بيلعبوا على الأجناب بشكل كبير جدا، بيعتمدوا عليه. فإن شاء الله يعني الأهلي بإذن الله بإذن الله يعمل ماتش كويس ويكسب بنتيجة مريحة، لأن احنا عارفين إن الجماهير، يعني أنت أصلا الوداد في بطولتين خدهم في أفريقيا منك في النهائي، يعني منك في النهائي 2017 والسنة اللي فاتت. فانت بقدر الامكان تحاول ان انت ما يعملكش عقدة زي زمان كان في حاجة اسمها عقدة شمال افريقيا. فهو جماهيرهم كلها متفائلة بالحتة دي، وهم فرقة برضو كونهم ان هم يخرجوا سان داونز، هي فرقة كبيرة، فرقة قوية. مدرب تكتيك او لسه جديد، هو تقريبا ما عملش اي حاجة، بس برضو فاهم في افريقيا، فاهم في، يعرف النادي الاهلي. اعتقد ان احنا بنسبة كبيرة يعني، يعني لازم نسجل في اول، يعني اول ربع ساعة في الماتش عشان هما ما يركبوش، يعني ما ياخدوش الماتش ويركبوا عليه، ويعني السجادة يعني تتسحب من تحت رجلين. بغض النظر احنا يعني عارفين ان طبعا الاهلي ده متمرس في بطولة افريقيا، بس انت خسران نهائي السنة اللي فاتت بشكل او باخر، يعني كانت متطبخة بقى، كانت معمولة ايا كان، كانت متظبطة للوداد، ملناش دعوة، هي اتاخدت منك. جه الوقت ان انت تقدر ترجع تاني تبقى بطل افريقيا. وطبعا انا بالنسبه لي انا كنت واحد رايح الاستاد. بصراحه انا شايف ان يعني حصلت معايا ظروف، انا مش عايز اقول لكم الدنيا كركبت معايا ازاي. فلو الاهلي خسر النهارده انا هزعل جدا على حاجتين: اولا العربيه باظت فمش هتخليني اروح الاستاد، وثانيا ان الاهلي هيزعل فهيخسر بطوله افريقيا، لان انا واحد متاكد ان الاهلي لو ما عملش نتيجه ايجابيه هنا في القاهره هيروح هناك بالجماهير الغبيه اللي عندهم دي. مش غبيه، مش انا ما بغلطش يعني في الجماهير، هم تشجيعهم هم بيحبوا فرقتهم، بس تشجيعهم بيحرك اللعيبه بتاعتهم، بيخليهم اكتف جدا في الملعب، بيخليهم حماسيين، بيخليهم يكسبوا. تشجيع جماهير الوداد بيخلي الفرقه يكسب، فاهم؟ وده برضو بنقول للكابتن الاستاذ عمرو فاروق، طبعا مع احترامي التعليق اللي هو او الكومنت او التصريح اللي عمله النهارده، ان عمر ما جماهير الاهلي كانت بتعمل يعني بتبقى ضغط على الفرقه. فان شاء الله اكون معاكم النهارده مع الاحداث ونشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله النهارده كلنا نفرح. وانا طبعا لازم افرح عشان انا زعلان جدا جدا، يعني بصراحه انا يعني متاثر على سبب موضوع العربيه اللي باظت دي. فهنفرح كلنا ان شاء الله مع بعض، وندعي للاهلي وادعوا لي كمان معاهم يعني. ماشي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نجيكم في فيديوهات تانية بإذن الله.